شمال عبد المنصف اعتقد صعبه يسال عنها، عبد المنصف صعب جدا يعني. نشوفها يمكن فيها اتقان وفيها التكف واخده بحيث لا الكره تقدر تبعد عن الثلاث خشبات يعني بمقدار المرمى. التمركز الدفاعي لمدافعي الجونه انا شايف ان كان فيه بعض الاخطاء اللي بيلعبوا على خط واحد، وهذا الخط اتضرب اكتر من مره من الهجوم الاسلامي. النهارده الكابتن عماد سليمان حاطط 2 سترايكر قدام والمثلث مقلوب، وده عكس ما كان بيبقى الكابتن محمد محسن ابو جريشه بيبقى موجود لوحده، فدي اعتقد ما كانش عامل حسابها الكابتن انور سلامه. شوف حساسيه عبد الله السعيد، ما هي دي عارف الكره رايحه فين وشوف خطف نفسه ازاي. دي اللي انا بكلمك فيه. ممكن حد تاني ما عندوش الحساسيه دي كنت تلاقي الكوره اعلى العارضه، انما هو مقدرها كويس جدا، عارف مستواها رايحه فين، هو ما بصش حتى عليها علاء، حطها وجري. وده النهارده عبد الله السعيد بيعود نفسيا. اسماعيلي كلام تاني ما اقدرش اقلب عليه. ادي على طول جون اويري النيجيري، ولكن انطلاقه احمد سمير فرج، وعلى طول يبحث عن المهاجم. ادي انطلاقه احمد سمير، وادي الفدان الواسع من المساحات والمسافات، وعلى طول جون اويري يفحص عبد المنصف. مع تحيات جون اويري يا محمد عبد المنصف، وتصعب الامر خلاص، صعب جدا على النادي الجونه. مش ممكن، على طول حطها له بيمينه في الشبكه، اداها له جون اويري النجم النيجيري. 20 شارع جون اويري خلاص اتحفظت منه الشوط الاول. وادي فرحه الجهاز الفني وايمن الجمل بالهدف الثاني، وفرحه عوده الروح ليه قلعه الدراويش والسامبا البرازيليه والعرضيات البرازيليه. وادي الكل يكافئ عماد سليمان. اذا هو وهدف شرعي لنادي الجونه، ويعود مره اخرى الجونه من جديد يعود البحر الاحمر مره اخرى. ادي احمد عمران، وادي التحرك لسه بقول ممكن احمد عمران، وادي الرأسيه وخطف الناس كلها احمد عمران في الدقيقه 10 عشان تتعدل النتيجه 2-1 عرضيه ولا اروع ورأسيه ولا اجمل. ومع تحيات احمد حسن دروجبا يا محمد يا صبحي، خطف الناس كلهم، خطف المدافعين، خطف المنافسين، وخطف قلوب. باي جونه، خلصها جودو، عملها جودو النيجيري، النسر النيجيري على طول يحرق الثلاثيه من وعلى طول النادي الاسماعيلي مش ممكن واحده والثانيه. وادي اللمسه السحريه من الجولدن بوي عبد الله السريع. ليه؟ الرانينج بوي، الفاست بوي، جولدن السرعه الافريقيه. ومين يقابل؟ ومين يحصلني يكسرني، ولكن ما حدش يقدر على جولدن وسرعته، ما حدش يقدر على جولدن وانطلاقته والثلاثيه. ويفحص زوايا عبد المنصف، وتحيات جولدن مره اخرى يا عبد المنصف. تحيات جولدن. وادي على طول فرحه نادي هدف. خطفنا كلنا الهدف، خطفنا عبد المنعم احمد وعرضيته، وعلى طول ده مين ده؟ شريف اشرف، والله شريف اشرف النهارده. وادي الكره العرضيه ومحمد صبحي. مش ممكن يا صبحي، ماذا تفعل؟ ماذا انت فاعل يا صبحي؟ ماذا انت فاعل يا محمد يا صبحي؟ ده انت كنت نجم اللقاء وغلطة الشاطر بألف يا محمد يا صبحي. وإذا 3-2 يعود مرة أخرى الجونة لديه الأمل في البقاء، وغريزة حب البقاء لنادي الجونة تعود به مرة أخرى للتهديف. و3-2 في لقاء من كلاسيكيات الكرة المصرية. إذا لم أخطئ حينما قلت كلاسيكيات الكرة المصرية في الشوط